النصيحة مش حاجة واحدة بتناسب الكل، ولا سلعة جاهزة بتنفع كل الناس. هي أشبه بحاجة كده بنسميها personalized solution، اللي هو العلاج الشخصي. يعني إيه؟ يعني محتاج تكون مصممة ومتفصلة على حسب كل شخص وظروفه، لأن نصيحة مش مناسبة ممكن تضر أكتر ما بتفيد. لما بتنصح حد لازم تحط نفسك مكان اللي قدامك قبل ما تتكلم معاه. إزاي تنصح شخص بإنه يتخطى حزنه وإنت أصلا مش شايف حجم المعاناة والألم اللي جواه؟ الكلمة البسيطة بالنسبة لك ممكن تكون حمل تقيل جدا عليه. كمان مين اللي بينصح بتعمل فرق. يعني نصيحة من حد عاش تجربة هتكون مؤثرة أكتر من حد بيقول لك كلام محفوظ وخلاص. زي ما ستيفن كوفي قال: تسمع بقلبك مش بس بأذنيك. اسمع في البيزنس لحد نجح، مر بتجارب كتير، لما يكلمك هيعلمك. النصيحة مش مجرد كلمات، هي إحساس في الآخر. أي نصيحة بتتقال بتبقى صح. خد النصيحة دي كمرشد ليك، لكن في الآخر رجعها لعقلك وقلبك قبل ما تطبقها. النجاح الحقيقي إنك تتعلم من تجاربك فعلا وتستفيد من نصايح اللي حواليك كويس قوي بحكمة، بس ما تسلمش تسليم أعمى. بس كده.